السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امين السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ هنعمل النهاردة الحواوشي الاسكندراني او العيش باللحمة. حاجة كده جميلة بقى، وتطلع من الفرن سخنة كده وطحمة وجميلة وتحفة، وتدفي في الجو الجميل اللي احنا فيه ده. هنا بقى دوت 4 بصلات حلوين وطماطم. بصوا يا بنات، الطماطم انا شايله منها القلب اللي هو في الميه عشان ما تميميش معايا اللحمه. وفلفلتين رومي، وفي ونص فلفلايه حمراء، ومعلقه صغيره توم. والبني ده السله بتاع اللي انا يعني بسليها بسيحها. ودوت السله بتاع عشان انا ما كانش عندي ليا يعني اللي هي لسه من غير ما تسيح. تمام. فبحطه برضو بيدي طعم جميل جدا للخلطه. هنا كانت الكبة معصلجة معايا، يعني المهم يعني احنا ايه هنغيرها. ودوت هنا معايا نص كيلو لحمة مفرومة، والتوابل بابريكا، كزبرة، شوية مرقة، وملح وفلفل. تمام. هنا بقى نزلنا بقى الخليط، يعني البصل والطماطم والفلفل بعد ما ضربناه كويس. ونبتدي بقى نظبط بقى ملحنا، ونحط توابلنا يعني، ونظبط ملحنا كويس. تمام. نحط معلقة، يعني معلقة كبيرة كده من كل حاجة، طبعا حسب كمية اللحمة اللي انت بتعمليها. شوية بقى مرقة، وشوية 7 بهارات، معلقة كبيرة 7 بهارات. لو عندك توابل الحواوشي، استغني خالص عن ال7 بهارات، وحطي معلقة كبيرة او معلقة ونص من توابل الحواوشي. برضو بتعزز الطعم جدا وبتخلي الطعم حلو قوي. هميكس بقى كل المكونات دي كويس جدا جدا مع اللحمه، لغايه لما تعمل معايا عجينه كده حلوه وبتعمل عرق كده ومتماسكه. اهم حاجه الامانه اللي ما بيني وما بينك، صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على شفيع محمد. اللهم امين يا رب العالمين. ولو مش مشتركه اشتركي وفعلي زرار الجرس وحطوا اللايك يا جماعه بعد اذنكم. ماشي، بفكرك اهو، حطي اللايك او حطي اللايك يا حلوين يا جمال، انتوا حطوا اللايك. هنا خلاص بقى انا عجنتها لغايه لما اللحمه سمغت معايا كده وبقت خطيره. غطيتها وحطيتها في التلاجة شويه، عقبال ايه ما اجي يعني اكمل بقيه الخطوات. تمام. هنا بقى نص كيلو دقيق ممكن تعملي، لان انا اللحمه فاضت معايا، وعملت 3 رغيفه من البلدي اللي هو العيش اللابورات ده يعني. فانت ممكن تعملي 3 ارباع كيلو دقيق. تمام. نص كيلو دقيق، عليه كيس خميرة، معلقة سكر كبيرة، ذرة ملح. وهيبقى هنحط 3 معالق زيت في الآخر بعد ما اخلص عجن يعني. والمية حسب ما العجينة تاخد معاكي. انا اول مرة نزلت بكوباية المية اللي انتوا شايفينها، مية فترة دافية يعني، يا بنات، ولا تكون سخنة عشان ما تموتش الخميرة، وما تكونش برضو من الحنفية عشان هتبطئ معاكي قوي عملية التخمير. هنا بقى الميه اللي انا وريتها لكم دي كانت كوبايه كمان، انا ما خدتهاش كلها، انا خدت منها نصها. يعني المقدار ده خد معايا حوالي كوبايه ونص ميه. تمام. تفضلي بقى تعجني في العجين او على ايدك لغايه لما العجينه تلم معاكي. بس بصوا ملزقه، شايفين هي عامله ازاي؟ هي لما بس مش مأستكه. انتوا فاهميني اهي؟ بصوا ملزقه ازاي، اتعجنت وكل حاجه. تتلمي بقى ازاي؟ نزلت بمعلقتين زيت كده، وابتدي بقى اعجنها وادخلها كلها في بعضها واشمعها بالزيت وهسيبها تختمر. بص بلمها من العجين في يعني من البوله بالزيت. طلعها قدامكم دلوقتي وهوريها لكم برضو. ريحه الخبيز يا بنات في البيت خطيره، وكان طعم اللهم بارك تحفه تحفه تحفه. زي ما انتوا شايفين كده لميتها كويس، غطيتها، وهغطيها بحاجه تقيله كمان، وهسيبها بقى في مكان دافي يعني وضلمه عشان تخمر معايا بسرعه، لان العجين في الشتا بياخد وقت شويه في الخمران. هنا بقى اديتها بوكسية حلوة وظبطتها. وعلى الكاونتر بقى على الرخامة بتاعتك نزلت بكده بشوية زيت. في طريقتين يا بنات للتشكيل، الطريقة اللي تريحك اعمليها. تمام. هنا دي كورة، كورتيها كورة عادي ونفردها. وهناخد حتة اللحمة، يعني معلقة كده من الخليط بتاع الحواوشي، وهنبتدي نلف عليه العجينة تاني زي سرة كده اهو. بصوا زي ما انتم شايفين كده، اللحمة يا بنات بتاعت الحواوشي كان ريحتها اللهم بارك خطيرة وطعمها تحفة. او بصوا زي السرة كده. وابتدي افرد بقى
انت ممكن تفردي اكتر من كده عادي، ممكن تتقطع معاكي ولا بتبان، وبعد التسوية بتبقى كلها مع بعضها وبيبقى شكلها حلو جدا وطعمها جميل جدا وما بتفرقش. بصوا انا هنا برضو عشان الشكل حاولت احط يعني احط عليها حتة عجينة تاني عشان ما تبقاش مفتحة، بس عادي اول واحدة عادي ممكن تبوظ منك، بعد كده بيظبط معاكي عادي. وكده كده هي ما بتفرقش، انا هنحط على وشها شوية سمسم وشوية حبة البركة. وبرضو لو ما حطيتيش عادي، هنا بقى انا بعملها بالشوكة عشان العيش ما يقبش مني ينفخ ويبقى فاصل عن اللحمة اللي انا هحطها. انا عايزة العيش يبقى مع اللحمة، لما اقطم العيش باللحمة، فاهمين انا قصدي ايه؟ فانا خرمتها الاخرام دي عشان ما تنفش مني في الفرن وتعمل طبقة عازلة يعني من جوه. زي ما انتم شايفين كده، على وشها بقى شوية سمسم شوية حبة بركة، ممكن من غير اي حاجة، ممكن مع اللحمة من جوه تحطي جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، جبنة رومي، براحتكم يعني. بس بصراحة الحواوشي هو حواوشي يا جماعة، لحمة وعيش ايا كان بقى، عيش عجين يعني زي الاسكندرانية كده، زي الحواوشي الاسكندراني، او العيش البلدي بتاعنا. اهم حاجة حطيته لايك ولا لسه؟ اوعى تكونوا نسيتوا. بصوا بقى طريقة التشكيل التانية، بناخد العجينة كده كورة وتفردي برضو، تفرديها فردة برضو كويسة. هتفردي واحدة صغيرة وواحدة التانية اكبر منها شوية زي ما انتم شايفين كده. اركنها بقى على جنب واخد ايه قطعة العجين التانية. طريقة التشكيل دي الاكتر انتشارا في اسكندرية، يعني بتتعمل اكتر بالطريقة دي. تحاولي بقى تفردي التانية دي اكبر شوية، كنت بقول لكم ان دي واحدة حبة البركة، هشيلها بقى عشان لقيتها كده نقطاية واحدة في العجينة فشلتها. زي ما انتم شايفين، اجيب برضو حتة اللحمة اللي انتي ممكن تفرديها زي ما انا بوريكي كده بايدك وتوسعيها. بس انا بقى شفتوا بقى، انا خدت حتة العجين التانية وتبتدي بقى توزعي تاني اللحمة بايدك، يعني تطبطبي عليها زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا بنات طريقة القفل، بصوا انتي بتاخدي من بره لجوه وتضغطي عليها عشان العجينة تقفل معاكي، اهو زي ما انتم شايفين كده. طريقة سهلة جدا على فكرة، وشكلها بيبقى حلو كمان في الاخر، شكلها زي الفطيرة كده وطعمها حلو جدا. والعيش العجينة دي في الاخر بعد ما استوت طعمها كان طعم طعامة، اللهم بارك. برضو خرمتها برضو عشان ما تقبش، احطها بقى في الصاج. ودي كانت الكمية اللهم بارك، عمل معايا حوالي 6 وحدات من اللي هو العجين و3 من البلدي ده، يعني ما شاء الله الخلطة اللي احنا حطيناها البصل والفلفل وكده بيزود طبعا من كمية اللحمة فرمى معايا. العيش برضو البلدي طبعا ممكن تحطي سمنة براحتك على الوش، انا بحط زيت لان انا حاطه السيله بتاعي اللي هي فما تبقاش تقيله قوي بالسمنه. ده انت من فوق ومن تحت، وتدخليها في الفرن في الرف اللي في النص. انا حطيتها في الاول يعني تحت الرف اللي في النص بشويه على درجه حراره 200 زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى ما شاء الله كان هنا خلاص داخل في استوى. بصوا يا بنات بقى لما خرج والله العظيم خطير 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 خطير، طعمه رهيب وتحفه وما شاء الله. بصوا انا هوريكم العجينه من جوه، بصوا اللحمه منزله العصاره بقى بالسله بتاع اللي هي في العجين، طعمها اللهم بارك كان تحفه. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد.